السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل أومليت بالسمسم والجبنة. قبل ما نحضر الأومليت حقطع شوية خضرة بدنا نقدمها حد الأومليت، كتير بتعطي طعمة طيبة. ححط شوية خيار وبندورة وكمان شوية زيتون، أكيد بتحطوا يلي متوفر عندكم. بمقلاية على النار من دون أي زيوت منحمص السمسم لحتى ياخد لون ذهبي، وأكيد فيكن تستخدموا السمسم المحمص الجاهز إذا متوفر عندكم. بوعاء صغير منكسر 3 بيضات، منحط كم نقطة من الخل الأبيض على البيض بيشلنا أي ريحة مزعجة ممكن تطلع من البيض، مع شوية ملح وفلفل أسود حسب الرغبة، ونخلطهم مع بعضهم منيح لحتى يمتزجوا بشكل كامل. منحمي مقلاية غير لاصقة ومنمسحها بزبدة أو بزيت ومنضيف خليط الأومليت عليها. منميل المقلاية حتى نتأكد إنه البيض يتوزع على كل الجهات وما يكون مركز بجهة معينة. مننطر تقريبا دقيقتين على نار متوسطة لحتى يبلش ينشف ويتماسك من فوق. قبل ما ينشف بالكامل منحط السمسم عليها، هيك بتضمنوا إنه يلتصق، فبيصير بس بدكن تقلبوه على الجهة التانية بيكون ثابت. وكتروا السمسم لأنه عجد بيعطي نكهة كتير طيبة. هلأ صار فينا نقلبها على الجهة التانية. أول شي منحط الجبنة القابلة للدهن، تعطينا قوام كريمي كتير طيب، تقريبا 3 ملاعق صغار. كل ما تحسوها عم تاخد حرارة أكتر بتدوب أكتر وبتصير سهلة بالمد، فانتظروا عليها لحتى شوي تدفى وبتصير بتنمد معكم بسهولة. ما تقووا النار بهالمرحلة حتى تاخدوا وقتكم انتو عم تحطوا الاشياء من فوق ومتصير ما بتنلدع معكم الأومليت من تحت. فوق الجبنة الكريمية حنحط شوية جبنة موتزاريلا، فيكن تستغنوا عن هالخطوة إذا بدكم، بس بتضيف طعم كتير طيبة وقوام كتير حلو بس تشط الجبنة. وآخر شي منحط المرتديلا. وهلأ منسكر الأومليت حتى تبلش تدوب الجبنة عنا. نتركها تقريبا 3 دقايق على نار متوسطة لحتى تدوب الجبنة بالكامل وبتصير جاهزة للتقديم. شايفين السمسم شو غير لها شكلها؟ يعني من الأومليت اللي بنعملها سادة لهيدي اللي بسمسم كتير بتعطي شكل أحلى، وبتعطي كمان نكهة كتير لذيذة. قدموها جنب الخضار اللي انتو بتحبوها، وكمان مع فنجان شاي. أنا هون ما لحقت أعمل شاي بس كتير كمان بتلبقلها. بتحسوا بس ضفنا السمسم عليها صارت كتير عاطية طعمة قريبة للكعك، فهيك دامجة بين الأومليت وبين الكعك وجواتها جبنة، نكهة كتير بتطلع لذيذة وطيبة. والجبنة الكريمية اللي من جوا بتعطيها كتير قوام كريمي حلو، مبين عليكم كيف هيك رطبة وخفيفة من جوا. يلا هلأ صار دوركن انتو تجربوها. قوموا فوتوا على المطبخ وجربوها واعطوني رأيكم فيها، وإن شاء الله كتير حتعجبكم. صحتين وهنا.